فلازم انتي تكوني الشخصيه اللي عايزاها تجيلك. عماله تتفرجي اعمل ايه في حياتي، بطور من نفسي ولا قاعده محلك سر؟ انا اتجوز واتستت واقعد في بيتي. هي مش حباه ان انت في الاخر انت عارف ان انت هتوصل، بس انت اللي مش بتستمر. ما هي النتيجه مش هتيجي كده، مش كون فيكون. استمر واسعى هتلاقي نتيجه. خدها قاعده بس ما بنساهوش ابدا. بكتشف مواهبي وبنمي. Today it's my birthday. Birthday to you. في كل عيد ميلاد لينا بنبقى حاسين اللي هو ده بجد، ده بجد، ده سني. انا مش حاسس ان انا تميت السن ده. هو انا عشت كل ده؟ وده ان دل على شيء فبيدل ان السنين بتجري بسرعة قوي والأيام بتجري بسرعة قوي. طيب وفي كل وقت يعني الناس بتبقى حواليك ومبسوطين وهابي بيرثداي والكلام ده كله، وانت عمال تشاير في ستوريز وما اعرفش ايه، بس تيجي تقعد كده تقفل اوضتك وتقعد مع نفسك تحس اللي هو انا حققت ايه؟ انا وصلت لايه؟ العمر بيجري، انا وصلت. وتقعد تجلد بقى في ذاتك. هنعمل احتفالية سوا شوية كده. ففي الفيديو ده طبعا الحياة هي احسن معلم في الدنيا. اكتر حد ممكن يعلمك هي الحياة، ودروسها ما بتبقاش سهلة لان بتديك الامتحان الاول وبعدها بتديك الدرس. يعني بتاخد على دماغك الاول عشان تاخد الدرس. بالعربي كده الدروس بتبقى مش سهلة، هي ما بيبقاش تمنها فلوس. الدروس دي بيبقى تمنها انهيار وتعب، بيبقى تمنها بيأثر على نفسيتك انت. فبجد الحياة مش سهلة خالص، ولكن ادينا بنتعلم. وعلشان كده انا قررت اعمل فيديو اقول فيه انا اتعلمت ايه من سنين اللي فاتت دي. انا هعلمك ببلاش اهو، انا اللي دفعت الثمن وانت خد الدروس ببلاش. انا تميت 24 واعتبرهم 24 شمعة نوروا لي طريقي. فانا هقول لك على 24 شمعة دول اللي هم 24 درس اللي بجد اتعلمتهم. يس. طب ايه، نطفي المروحة خالص؟ شدي حالك شوية معانا. كنت لا هطفي المروحة خالص واجيلكم. قولولي كل سنة وانتي طيبة. نولع الشمع تاني. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. أتمنى أمنية الأول. تمنيت 24 سنة هعتبرهم 24 شمعة الحياة ادتهالي عشان تنور لي حياتي، ودفعت تمنهم شمعة شمعة. ويلكم بستاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي افضل حال. مشروبك وتعالي علشان ليلة الشموع الجميلة دي. 24 شمعة هينوروا لك حياتك بجد. انا هعمل مشروبي معاكم اوكي. عن نفسي هشرب ميلك تشيك، ده جديد اول مرة بجربه، هجربه معاكم واقول لكم طعمه. يلا بينا. عايزه اقول لكم ان بجد كل كلمه هقولها في الفيديو اهم وكل حاجه اتعلمتها اهم من اللي قبلها. فلو في حاجه انتي اوريدي عارفاها
اسمعيها وكملي الفيديو، علشان بجد 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 في حاجات كتير ممكن ما تكونش عارفها وهتفرق معاك قوي قوي. انت كده كده لو مهتم هتكمل الفيديو، لو مش مهتم عادي ممكن تبقى شرفتنا يعني. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان تعرفوا تشوفوني تاني وتشوفوا الفيديوهات الجايه. وطبعا هستنى كومنت لما تخلصوا الفيديو او اي حاجه انتوا عاوزين تقولوها قولوها عادي في اي وقت. اول حاجه من الحاجات الجميله اللي اتعلمتها هي اني لازم انا عارفه ان في ناس كتير ما عندهاش ثقه في نفسها. ماشي، كان في ميه. لازم يكون عندي ثقه في نفسي كبيره قوي، وفي فرق بين الثقه والغرور. تمام؟ يعني ايه عندي ثقه في نفسي؟ اشتغل على نفسي، اقوي مهاراتي، يكون عندي ثقه ما تاثرش بالكلام اللي بره، لا. والخطوات اللي انا هقول لكم عليها دي كلها هترفلكت او هتعكس على ان يكون عندك ثقه بنفسك كبيره قوي. اشتغل على شكلي، اشتغل على الرياضه وشكل جسمي وصحتي وكل حاجه، اتكلم في ده بالتفصيل. لازم يكون عندي ثقه في نفسي كبيره قوي وفي قدراتي، ما بقاش خايفه ومرعوبه وشاكه في نفسي طول الوقت. طيب، وما خليش اي كلام او راي اي حد في الدنيا ياثر فيا، لانه رايك فيا لا يدل عليا. طب ازاي يكون عندي ثقه في نفسي؟ هتعرفوا من الشمعات اللي جايه. اني شمعه انه من احلى الحاجات اللي انا اتعلمتها اني اصاحب نفسي. معرفش ده فيه سكر ولا لا. اصاحب نفسي قوي. يعني ايه اصاحب نفسي؟ احبها، اللي هو حب الذات. انتي او انت لما بنحب حد عامه بنعمل ايه؟ بنحب نقعد معاه، بنحب نخرج معاه، بنحب نسمع له كتير. بتحب ايه؟ بيكره ايه؟ بيتبسط بايه؟ شاطر في ايه؟ فانت لو ما بتقعدش مع نفسك وتسمع لها تشوف هي عايزه ايه، كده بتحبه بالكلام قولا مش فعلا. فعلا انت ما بتحبوش، انت بتقول انت بتحبه بس الحقيقة لا. تالت حاجة ان يكون عندي وعي بذاتي. يعني ايه عندي وعي بذاتي؟ حاسة انا بعمل ايه، مركزة مع نفسي انا بعمل ايه، انا وصلت لفين في حياتي. ايه ده، انا بقيت عصبية زيادة عن اللزوم. ابقى عارفة عندي وعي بنفسي، وحاسة انا بمر بايه، انا بعمل ايه في حياتي، بطور من نفسي ولا قاعده محلك سر. ايه موهبتي، انا شاطره في ايه، بحب ايه. عارفه لما يبقى عندك طفل ده بتبقي مركزه معاه قوي، ابنك طبعا فبتحبيه جدا، او ابنك بتحبه جدا، بتسمعه وبتشوف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، هو شاطر في ايه، ايه موهبته عشان تنميها، وحاجات كتيره قوي. فعامل نفسك كده، لازم تعامل نفسك كده. انت لو بجد بتحب نفسك هتعمل ده كله. ولما يبقى عندك وعي بذاتك وعارف انت شاطر في ايه، ده يعني بيخليك ان انت شخص مش تايه، لا هو عارف هو رايح فين وهو بيعمل ايه، عنده وعي بذاته. بكتشف مواهبي وبنميها، بقويها، بطور في نفسي. كل الحاجات دي اسمها الوعي بالذات. ولما يبقى عندك وعي بذاتك انت هتبقى في حتة تانية خالص خالص بقى. وده اللي انا عملته، بقيت متابعة نفسي انا وصلت لفين، طورت ايه في حياتي. صور الميلك تشيك هعمل شوية كده وادوبهم بالشاليمو. وده هيجيبنا للشمعة اللي بعدها. عشان ان انا يبقى عندي وعي بذاتي، تمام، بعمل ايه؟ دايما بكتب. الكتابة وجمال الكتابة يا ناس، يعني بقعد اكتب. بصوا يا جماعة تخين كده، بقعد اكتب انا وصلت لفين، بقيت عاملة. يعني كل سنة بقعد، مش كل سنة يعني، اللي هي القعدة السنوية اللي مع نفسي دي بتاعت عيد ميلادي مثلا، اقعد اشوف انا وصلت ايه، حققت ايه، واحط اهداف. يعني برضو من الشموع ان انت لازم تبقى حاطط اهداف لحياتك، ما تبقاش قاعد انت مش عارف بتعمل ايه، انت عايش ليه.
لازم تحط هدف لحياتك. بس نرجع للنقطة اللي بنتكلم فيها الأساسية، الكتابة وجمال الكتابة. صاحبتي اللي بقعد افضفض لها وانا مش خايفة ان هي ممكن تخون. انت كتابة مش هتخونك. بكتب لو مثلا في موقف معصبني حصل وعصبني قوي 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 قوي، اقعد بقى اكتب كل المشاعر، بفضي كل المشاعر السلبيه دي، بفضيها بكتبها على الورقه، وانا رد فعلي كان ايه وايه اللي حصل وكل حاجه، بحكي كل مشاعري وانا مرتاحه وبكتبها. بعد ما بكتبها واطلع كل الطاقه السلبيه اللي جوايا، ان كنت عايزه احتفظ بالورقه دي بحتفظ بيها عادي، وان كنت خايفه ان حد يشوفها اقطعها وارميها. بس اهم حاجه اكون طلعت اللي جوايا. كمان الكتابة حلوة في ايه؟ كل موقف كان بيحصل في حياتي، عارفين لما بتمر كده بحاجات تقول اوه انا غبية، ده انا المفروض كنت ارد اقول كذا، ده انا المفروض كنت اعمل كذا. بقيت اعمل ايه؟ اكتب الموقف، ويكون مثلا الموقف ده جديد عليا وانا بجد وانا ما عرفتش اتصرف، او الموقف ده اثر فيا او وجعني فعلمني حاجات كتير. اكتب ده كل حاجه حصلت ورد فعلي كان ايه وايه اللي انا اتعلمته، لان رد فعلي ده المفروض كان يبقى عامل ازاي، فاهميني؟ فكل موقف وكل حاجه كنت يعني مين اللي كان بيساعدني؟ مين؟ صاحبي، الكتاب. وبتعلم بجد، وبرجع ابص، يعني انا عامله اجنده كده وبرجع ابص فيها على السنين اللي فاتت والحاجات اللي حصلت معايا والحاجات اللي انا كنت كاتباها واتعلمتها، وببقى بجد مبسوطه قوي. يعني اللي هو ايه ده، اتعلم، وفعلا ببقى اتعلمت الدرس وما بنساهوش ابدا. تالت حاجه كمان الكتابه حلوه فيها، والله لو قعدنا نعد من هنا للصبح عن جمال الكتابه مش هنعرف نوفي. الاذان يخلص ونكمل. الله اكبر، الله اكبر. تالت حاجه علمتها لي الكتابه، كنا بنقول ان فوائد، لو قعدنا نقول في فوائد الكتابه مش هنخلص، بس تحقيق الاهداف. لما يبقى عندي هدف، بيقولك اصلا 50% من تحقيق الهدف ان انت تكتبه، وده حقيقي. لما تكتب الهدف ويبقى قدامك، دماغك بتشتغل عليه، لكن ما تقولش انا هعمل كذا وتسكت، ما انت هتنسى اصلا انت كنت عايز ايه. فكتابة الهدف 50% من تحقيقه، وخدها قاعدة. حلو. حتى في يومي، الاهداف بتاعت يومي، يبقى مثلا انا هدفي في يومي النهاردة ان انا اخلص كذا وكذا وكذا واروح المشوار ده يعني اي حاجة انا عايزة اعملها، فاكتب انا محتاجة اعمل 1 2 3 اعملهم في تودو ليست. عارفين والله بجد اليوم اللي مش بعمل فيه التودو ليست بتاعتي او الحاجة اللي انا عايزاها، بنسى انا كنت عايزة ايه. بروح، اول ما بروح من الشغل امسك الموبايل اقعد عليه لغايه ما انام، هوبا يومي راح فين الحاجات اللي انا كنت عايزه اعملها سبتها دماغي سوحتها، الدنيا باظت. فبجد الكتابه I love you forever. الكتابه احسن صديق واحسن حاجه تعملها لو عايز بجد تحسن حياتك. انا مش عارفه هقعد اعمل كده لغايه امتى. وعاوزه اقول لكم يعني انا بحب اكتب بالقلم والورقه قوي، قلم قال. بس دلوقتي ببقى مثلا بنسى انا كنت كاتبه ايه فين، فالموضوع عايز نظام اكتر. ومثلا ممكن الاجنده او الحاجه اللي بكتب فيها تدلق عليها ميه وتبوظ وتروح كل حاجه، فعشان ما تروحش كل الحاجات دي، اكتر اداه ساعدتني في الموضوع ده وان انا انظم كل حاجه لوحدها هو نوشن. تحفه يا جماعه، يعني بجد نظم لي حاجات كتير في حياتي. I love it، وانصحكم ان انتوا تنزلوا. الشمعة اللي بعدها، الشمعة قرب يخلص والميلك تشيك لسه ما خلصش. الشمعة اللي بعدها، خليك مدير نفسك. بصوا زمان مثلا، او لما يبقى عندك مدير اعمل كذا، فلازم تخلص ده في الوقت الفلاني، ربط التزام. لكن لما تبقى مع نفسك، مش مهم، مش دلوقتي، بكرة، طب بعدين، طب ما اعرفش ايه، فبتلاقي نفسك بتسوح نفسك. لكن لما تبقى مدير نفسك، انت مسؤول عن كل قرار انت بتاخده. الحاجة دي لازم تتعمل دلوقتي، يبقى هتتعمل دلوقتي.
تبقى مدير لنفسك، قوم اعمل. لا انا تحس ان نفسك او النفس الاماره بالسوء تقولك لا امسك الموبايل شويه، لا مش همسك الموبايل، تروح سايبه الموبايل وتقوم تخلص كل اللي وراك. فهي دي انك تبقى مدير نفسك، انت مسؤول عن كل قرار انت بتاخده، وتشوف نتيجه القرار ده ايه، وتراجع اول باول مع نفسك. لا انا غلطت في كذا، انا معرفش ايه، لا الحاجه دي المفروض كنت اعملها بالشكل ده احسن. مدير، عيش الدور بقى على نفسك. وان انا اخد بالي، انت كمدير بقى لنفسك اتعلمت ان انا اخد بالي وقتي بيضيع فين. انتي لسه بتقولي متفاجئة ان عندك 24 سنة، السنين دي ضاعت ازاي؟ ما هي عبارة عن ايام، والايام يعني السنة دي عبارة عن شهور، والشهور عبارة عن ايام، والايام عبارة عن ساعات. فانتي شوفي بقى بتضيعي الساعات دي فين. بنقعد على السوشيال ميديا قد ايه؟ بنخرج خروجات بالهبل ملهاش 3 لازمة قد ايه؟ فلازم نبقى واخدين بالنا احنا وقتنا بيضيع فين، وقتنا فين كانت شخص مدير نفسك. فناخد بالنا من كل الحاجات دي. ندوق بقى. يعني لا مش it's not bad but it's not good very good. يعني مصاحب مين؟ علشان لو انت مصاحب 4 فاسدين هتبقى 5، 4 سلبيين هتبقى 5، 4 ناجحين هتبقى 5. الشخصيات والصحاب او اكتر ناس اللي بتقعد معاها بتطبع على بعض، بتطبع عليك كده، مش بمزاجك، هو كده بمزاجك او غصب عنك، يعني بتطبعوا على بعض. فانت خد بالك انت بتقعد مع مين وبتقولوا ايه والدنيا دي كلها، وتبقى حاكم وقتك طبعا. تقعد قد ايه، ما يعني ما تضيعش وقتك اخرج بس ما تضيعش وقتك كله في الخروجات، اتبسط بس ما تضيعش وقتك كله في الانبساط. فاهميني؟ ناخد بالنا من وقتنا. انا عايزه اظبط دي كده احط الشلمون. اتعلم الاستمراريه. يعني ايه استمراريه؟ يعني بقى قدامك طريق طويل وانت ماشي 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 مستمر، حتى لو ما لقيتش نتيجه دلوقتي، لان مفيش حاجه هتعملها من اول مره هتيجي، لا انت بتمشي طريق طويل، فاستمر حتى لو مفيش نتيجه. استمر keep it going، لان انت في الاخر انت عارف ان انت هتوصل، بس انت اللي مش بتستمر. فاستمر. وبجد الكلمه دي انا بقولها لنفسي قوي قوي قوي، ان انا لازم استمر، وبحاول ادرب نفسي عليها واضغط على نفسي. لا استمري، لا كملي، لا هتوصلي. وفعلا مفتاح من مفاتيح نجاح ان انت تبقى مستمر، مش تحاول مرة اوف بقى مش هخلص، اوف بقى مش هكمل، لا مفيش نتيجة، لا ما هي النتيجة مش هتيجي كده، مش كون فيكون. استمر واسعى هتلاقي نتيجة. مبقاش خلقك ضيق، لو خلقك ضيق كده مش هتوصل لحاجة للأسف. حدد أهدافك. ما ينفعش تبقى ماشي في طريق او ماشي في حياتك على الله ان شاء الله، مفيش هدف، عايش كل يوم بتصحى تنام تاكل تشرب. انا اسفه، انت لو بصيت على العيشه دي ان هو ياكل يشرب وماشي على الله كده، كلنا طبعا على الله، بس لو ماشي كده هتبص للعيشه دي هتلاقيها عيشه كائنات تانية انا ما ينفعش اقولها في الفيديو، ما ينفعش اقولها. فلازم تبقى انت كبني ادم لازم تبقى محدد اهدافك. انا السنه دي هعمل كذا. بصوا يا جماعه، انا باخد السنه واقسمها كوارتر يعني ايه، كل 3 شهور. مش عندنا 12 شهر، نقسمها 3 وكل 3 شهور ببقى حاطه تارجت معين، اما مثلا على ان انا احقق حاجه معينه على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عامه، ان انا اخد كورس معين، ان انا 90 يوم امسك الحاجه كده واحطها وهشتغل تك 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 عليها. ال3 شهور الجايه انا همسك الانجليش، هعمل فيه هطلع فيه مستوى ما حصلش. امسك ال3 شهور تك 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 واشوف كل 3 شهور انا عملت ايه وحققت ايه، احط اهداف. اوكي، فلازم تبقى محدد هدفك،
حاطط هدف انا عايز اعمل ايه، اوصل لايه. لان المركب اللي من غير دفة ماشية من غير دفة مش عارفة هي رايحة على فين، ممكن تخبط في حاجة هتغرقها. هي اكيد هتغرق، هتروح في مكان هي او هتلاقي نفسها في مكان هي مش حباه، تقول انا ايه اللي جابني هنا، لان انتي ماشية من غير دفة، انتي مش محددة اهدافك. فعلشان توصلي لحاجة انتي بتحبيها لازم تبقي محددة اهدافك وبتشتغلي عليها. بصوا بقى دي كاميرا تانية عشان انا عمالة اجرب وافنن معاكم حاجات حاساها موضحة شكلي اكتر. اللي فاتت كنت حاساها مخليني اصفر قوي، دي تحفة، دي SLR جامدة، هكمل عليها ماشي. سامحوني بقى على ايه اللخبطة في الالوان دي، بس اهم حاجة ان الصورة واضحة. كل بنوتة اوعي 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 يبقى حلمك راجل. تاكلي في بنات عايشة كل احلامها حلمها راجل. خلصتوا مشروبكم ولا لسه؟ انا لسه تقريبا خلصتوه وانا بعمل. انا حلمي بجد تبقى سايبة كل حاجة، ولا بتشتغل على نفسها ولا بتطور من نفسها ولا اي حاجة، و حلمها انا اتجوز واتستت واقعد في بيتي. لكل بنوتة اوعي تخلي حلمك راجل، بقولها تاني اهو. ليه؟ لانه مفيش حد مضمون، مفيش حد في الدنيا مضمون خالص. فانتي تخلي حلمك راجل وتبني كل احلامك على هذا. ليه يا حبيبتي متجوزه مصباح علاء الدين؟ ها عرفيني طيب. وبعدين كل واحده خلت حلمها راجل وما اشتغلتش على نفسها بتقع وقعه ما يعلم بيها الا ربنا، وبتندم ندم ربنا ما يحطني ولا يحطكوا فيه. وقريت جمله حلوه قوي قوي بتقول لا تجعلي حلمك رجلا بل اصنعي اخلاقا ومستقبلا لتكوني حلم كل رجل. الله الله، فعلا لما يبقى ليك مستقبل ولما يبقى اخلاق عالية بجد انتي كده حلم لكل راجل. وما تخليش نفسك برنسس او الاميرة اللي قاعدة مستنية الملك يجي. خليكي الاميرة اللي مهتمة بالمملكة بتاعتها لغاية ما الامير يجي لوحده. ما تقعديش كده حاطة ايدك على خدك وفي انتظار حد، لا اهتمي بالمملكة بتاعتك. ايه المملكة بتاعتك دي؟ نفسك، شكلك، اشتغلي على شكلك حلو قوي، اشتغلي على علمك، اشتغلي على ثقافتك، اشتغلي على مهاراتك، اشتغلي شغل واعملي فلوس واعملي كل حاجة انت بتحبيها. خلي نفسك حد تقيل كده قوي في نفسه، حد ليه شخصية، حد الناس تخاف تخسره واللي يعرفوا يتشرف بمعرفته. لما تتجوزي هيبقى خايف انه يعمل معاكي حاجة غلط، مش هتبقي لقمة سهلة اللي هو شقلب وقلب. دي ايه ده؟ ملهاش لازمة، دي ميتة عليا اصلا، ده انا كل حياتها. متخليش حد يمسكك ويلوي دراعك، لا. انتي لما تبقي كده بجد كله هيعمل لك الف حساب، الاهل، الاخوات، الجوز، الاصحاب، كل حد. دي حقيقة. فاشتغلي على نفسك وما تخليش حلمك راجل، خليكي انتي حلم لكل راجل وكل حد في الدنيا. ازاي؟ باخلاقك ومستقبلك. وخليكي زي ما قلتلك الاميرة اللي مشغولة بالمملكة بتاعتها لغاية ما الملك هيجي لوحده كده كده. خليتي نفسك خادمة هيجيلك خادم. فلازم انتي تكوني الشخصية اللي عايزاها تجيلك. الشمعة الجاية بتقولك طوري من نفسك طول الوقت، اتعلم حاجات جديدة طول الوقت، ضيف لنفسك حاجات. طيب ازاي اعمل كده؟ اولا ليه؟ علشان الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور وكل حاجة حواليك عمالة تجري 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 تجري، تتطور. لو انت واقف محلك سر ما بتتطورش، عمال تتفرج عليهم، عمالة تتفرجي. بجد الكلام ده انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله لكم. انا بقول لنفسي ايه ده انت عماله تتفرجي، ما بتتطوريش نفسك ليه؟ لو عدى يوم غير ما اتعلم معلومه جديده او اسمع حاجه جديده ببقى عايزه اضرب نفسي كده واديني على دماغي. بجد انتي ايه؟ ليه ما اتعلمتي؟ ايه المفيد في يومك؟ ليه خليتي اليوم كده يعدي من غير ما تتعلمي حاجه؟ ليه؟
دايما اطور من نفسي. الدنيا بتتطور، الدنيا بتجري. كنا بنقول ازاي بقى نتطور نفسنا، ازاي نشتغل على الحتة دي، ازاي كل يوم اضيف لنفسي معلومة جديدة. بص، هي القراية دايما بتضيف لك، وان انت بتشوف تجارب ناس، وناس مرت بحاجات، وناس عظيمة وتقيلة كده، ومرت بتجارب وتعلمت من تجارب. فكل الحاجات دي بتقلك قوي، بتخلي ليكي قيمة، وبتوسع فكرك، وبتوسع ادراكك. طيب انا فعلا بجد ما بحبش اقرا كتير، بحاول والله، بس انا طبيعتي كده. اعمل ايه؟ اسمعي بودكاست كتير قوي. بصوا، البودكاست ده بجد انا بيضيف لي كمية معلومات، وبيوسع ذهني وادراكي بطريقة انتوا لا تتخيلوها. فبجد اسمعوا بودكاست، اسمعوا تجارب ناس. البودكاست بيبقى ساعة وحاجة او ساعتين، وفي اللي بيبقى 4 ساعات. بسمعه ازاي؟ انا بقى بحط الهيدفون بتاعتي مثلا وانا بروق بسمع، وانا بلبس الصبح بسمع من غير هيدفون عادي او اي حاجة، المهم ان احنا بنسمع. وانا ممكن بعمل اكل بسمع. ما بعملش اكل عشان يعني ماما اللي بتعمل، عشان لو مامي هتشوف الفيديو. وانا بعمل اي حاجة بجد انا بسمع، وانا في المواصلات بسمع. ف اسمعي. لو انتي مش هتقري اسمعي، واسمعي كتير. انا كل يوم لازم اسمع بودكاست، لازم. وبجد بحبهم قوي 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 قوي، وبيضيف لي كتير. وسيبك من شغل الفيديوهات ال30 ثانية والحاجات اللي بتضيع وقتنا على الفاضي، عشان دي ما بتفيدكش بنكلة، بجد ما بتفيدكش بنكلة. عايزة اقول لكم ان انا كنت عايزة يعني اصلا محتوى الريلز والحاجات الصغيرة بيتشاف اكتر وبيجيب اكتر، بس انا لا، انا عايزة اتكلم اكتر، لان انا مش مجرد ان انا عايزة ريتش وخلاص، انا عايزة اوصل رسالة، انا عايزة افيد غيري، انا عايزة في معلومات انا كنت اتمنى ان حد يقولها لي، فانا عايزة انقلها للي قدامي. عشان كده مركزة اكتر على اليوتيوب. وعايزة اقول لكم يا جماعة بجد انا بقالي كتير في اليوتيوب، بس انا اللي مش مستمرة. بس ان شاء الله بدعمكم ووقفتكم هستمر وهكمل، وهنوصل لحته حلوه قوي باذن الله. بقيت اشوف انا شاطره في ايه. كويس، استنى اظبط الكاميرا كده. بقيت اشوف انا شاطره في ايه واخد فيه كورسات. وايه اللي علمني انا شاطره في ايه؟ نزلت واشتغلت في سوق العمل وارض الواقع، وعرفت انا شاطره في ايه، وبقيت اقوي ده واخد فيه كورسات واشتغل عليه. فانتي لازم تعملي كده، لازم. ده بيرجع ليه الوعي بالذات، نقطة الوعي بالذات، الشمعة بتاعت الوعي بالذات اللي اتكلمنا فيها، فاكرينها؟ ان احنا نبقى زي ما يبقى عندنا طفل نشوف هو موهوب في ايه ونطور من ده. فكورسز بقى، تطوير تطوير تطوير، بوم بوم بوم، هتلاقي نفسك بوم. اوكي. الشمعة اللي بعد كده وهي علاقتك مع ربنا. علاقتي مع ربنا يا جماعة، بصوا، انا يعني خلينا نبقى عارفين واضحين. انا مين اللي كوني؟ ربنا. مين اللي جابني الدنيا؟ ربنا طبعا، ثم الام والاب بيكونوا اسباب. طيب لما انا هموت، هبقى مين اللي هيحاسبني؟ مين اللي هيقعد معايا؟ مين اللي هيرحمني؟ ربنا. مفيش حد هيبقى معايا، ولا مامي ولا بابي ولا اي حد، ولا اخت ولا البيست فريند ولا اي حد. فادركت انه انا معايا حاجه كبيره قوي، معايا ربنا قال لي وقال لنا في القرآن: نحن اقرب اليك من حبل الوريد. ربنا اقرب لينا من حبل الوريد. ومين اللي بيحس بيا من غير منطق ولا حرف ولا كلمه لما يبقى قدامي جوايا كتير؟ ربنا. مين اللي ماسك الكون ده كله وبيتحكم فيه وقادر يقول كن فيكون؟ يعني انا لو عايزه اي حاجه ما اروحش بقى الواسطه ولا حد كبير، ولا انا روحي للي مشغلهم كلهم، للي تحت ايديهم كلهم، هو ربنا، للي خالقهم اصلا، وبدعي ربنا. فلما لقيت ان هو كده انا ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون، إن إحنا لربنا وإن إحنا راجعين له مهما قعدنا في الدنيا، فخلاص ده طريقي مع ربنا. أنا مبسوطة وبحس بأمان وبحس بكل حاجة. ولما ببقى عايزة حاجة ومحتاجة حاجة بروح له، وبحاول على قد ما أقدر إن أنا أرضي ربنا. بصلي، بصوم، بعمل العبادات،
لابسه الحجاب، وفي الشيطان جالي كتير ان انا اشيل الحجاب وما رضيتش اعمل كده، قلت لا عشان ربنا. هو انا هكسب الدنيا واسيب اخرتي؟ مش هخلي الشيطان يضحك عليا، مش هخليه يخليني اغضب ربنا. وعارفه ان الحجاب مش كامل، بس كلنا بنجاهد وكلنا بنسعى. يبقى مش كامل، احسن ما يبقاش موجود. انك بتحاولي وانت تبقى معترف، او انت تبقي معترف ان انا لا، حجابي مثلا محتاج يتظبط شويه، علاقتي بربنا محتاجه تتظبط احسن، لا اللي انا بعمله ده غلط، انا لازم ان انا ابطله، انا لازم ان انا احسن منه، ابقى عارفه ده وواعيه لده. وفعلا وكلنا بنجاهد نفسنا، واللي بيجاهد في نفسه عارف ان جهاد النفس وحرب النفس بيبقى اصعب من الجهاد والحرب بالسيف. انت متخيل؟ فخلي بالك انت بتعملي ايه. صلي، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قربي من ربنا، ادعي، اقري القرآن، ما تقطعيش القرآن، اقري الاذكار، خليكي حصني نفسك باذكار الصباح واذكار المساء، عشان ربنا يوفقك ويفتح لك طريق. هتلاقي لطف كده وانتي ماشية، هتلاقي العسر هتلاقي معاه يسر من ربنا، هتلاقي بجد كل حاجة. قلبك هيجمد، هيبقى قلبك جامد، مش همك حد، مش همك اي حد في الدنيا، مش همك انك ترفضي من وظيفة، مش همك ان ده مش من حياتك، ان ده يقعد في حياتك، لانك هتبقي عندك رضا وعندك ثقة في ربنا ان ده الصح، ده اللي كان المفروض يتعمل. فيا جماعة أرجوكم لكل حد، ما تحرموش نفسكم، بتبقوا بتظلموا نفسكم قوي 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 لو انت بعيد عن ربنا. ما تحرموش نفسكم من لذة القرب من اللي خلقك، لأن هو اللي خلقك، وهو بيدبر لك أمورك، وهو اللي حاسس بيك، وهو اللي هتروح له في الآخر لوحدك، مش معاك حد. الشمعة اللي بعدها إياكي وكلمة لو. ده لو كان حصل كذا، ده لو 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 دي ولوله. ما تولوليش يا قلبي، الحاجة الحلوة اللي ربنا رايدها هتحصل. ما تقوليش لو، ده لو كنت عملت كذا، انتي اللي عملتيه هو الصح وهو اللي ربنا رايده، ولو ما كانش ربنا رايده ما كانش هيحصل. فما نبطل نقول لو، ونبص دايما نتعلم من اللي فات ونركز في اللي جاي. وخليكي فاكرة لو كان خيرا لبقى، الحاجة اللي مشيت من ايدك ما كانتش ليكي اصلا، وربنا سبب الحاجة دي تحصل عشان يقولك الطريق ده هيتعبك قدام. انت ممكن تبقي شايفة الطريق ده جميل وحلو، لا، او دي فرحة البدايات، انت وتحسي نفسك بجد. في ناس كانت اللي هو لا انا ما اقدرش اتخلى عن الحلم ده، او ما اقدرش اتخلى عن الشخص ده او الحاجة دي، وانا عايزاها، ولما الحاجة دي كانت بتتمناها وعاوزاها باستماتة، ولما الحاجة دي بدأت تدخل فيها كرهتها وقالت يا رب يا رب ما كنت دعيت، يا رب الحاجة دي تمشي. هيجي بقى اي حد يقولها مش انت اللي كنتي عايزة ده، استحملي بقى. فما تغرقوش فرحة البدايات، التنطيط اللي في الأول ده والمهرجانات وده الحلو وده الجمال وده الكل في الكل. ربنا بجد بتلاقيه بيدبر لك الحاجة الأحسن ليكي. ممكن لو الحاجة دي كانت حصلت كنتي هتكرهي نفسك، فأرجوكي خلي بالك من كلمة لو اللي بتسحبك، أو الماضي لما يجي يسحبك لورا. فوقي، ده الصح، ده اللي عاوزه ربنا، وربنا هيجيب لي الأحسن، وأنا عندي الثقة في ربنا. الشمعة الجاية بتقولك اوعي تعيشي دور الضحية. حياتك هتبدأ تتقلب رأسا على عقب